السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ زي ما انتوا كده قريتوا في عنوان الفيديو، بعد العيد بنفتل الكحك عادي يعني. دي تنظيفات العيد بتاعتي. كل سنة وحضرتك طيبين، ويا رب يجعل ايامكم كلها اعياد في اعياد وربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب. قبل ما نبدأ كده بالله عليكم بقى ايه، ما تنسوليش في الاشتراك وفي اللايك. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. انا يا جماعة بصوا، مطبخي حتة صغنونة كده محندق. هو اللي هي القطعتين بتوع المطبخ، العلبة اللي فوق والعلبة اللي تحت والبوتاجاز بس. صغنون بس الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. بالنسبة لي أنا حاجة جميلة الحمد لله. فاللهم لك الحمد يا رب. طبعا أنا هنا حطيت ترابيزة كبيرة وترابيزة صغيرة عشان أعرف إن أنا أجيب المناطق اللي فوق دي. بصوا بقى يعني المنظر كان فظيع يعني. دي عشان انا قصيره يا جماعه. انا قصيره، ما بعرفش ان انا اطول اي حاجه عشان اعملها يعني. فلازم حوار يعني. انا بقى عملت الخلطه بتاعتي، حطيت كربونات، ومع اني والله يا جماعه يعني اشتغلت كده زي ما انا بشتغل على طول، لاني انا مطبخي ألمونتال. فبصراحة يعني ما شاء الله بحتة قماشة مبلولة بينضف وبيبقى زي الفل. في حتت كده بيبقى محتاجة ان انت تغطي عليها شوية. فبتعامل بالليفة اللي معايا وخلاص. هنا حطيت كربونات وليمون وخل وصابون، اي نوع صابون بقى عندك اعملي بيه. ماشي. هنا بصوا، انا كان في الاول في وبرة كده وتراب جامد يعني. فهنا بقى انت دعكته. ماشي. نضف ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى هنا بوريكم يعني، بصوا الفرق بين هنا وهنا. بس هو ما شاء الله يعني بمجرد ما انت بتمشي عليه بينضف يعني، بالقماشة كده بينضف. بصوا الفرق بين هنا وهنا، فرق بين السماء والارض. فطبعا ده بيبقى الموسم بقى، بتطلع اي تيشيرتات قديمة، اي حاجة مش نافعة يعني. ب... يعني بقطعها وبظبط بيها الدنيا كلها يعني. بس هنا بصي حطيت حتة من التيشيرت دوت، وبقيت امسح بيها ايه، الحيطان بتاعة المطبخ. انا مطبخي اللي فوق سيراميك، فاللهم بارك يا رب، بيسهل عليا بصراحة كتير، بيسهل عليا كتير في التنظيف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنا برضو بصوا انا ماشيه واحده 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 بالتصوير. والله بس يا جماعه التصوير بيبقى شق جدا، وانت بتنضفي كده وانت بتعملي حاجه، بتبقي ماسكه التليفون وخايفه التليفون بقى يقع، وبتبقي بصي يعني الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى يا جماعه، في موضوع كده عايزين نتكلم مع بعض فيه. انا بقول لكم ان انا مطبخي صغير صغير، بس اللهم لك الحمد. الواحد بيقتنع باللي معاه وبيرضى باللي معاه يعني. الرضا ان انت ترضي بالمقسوم لك في الوقت اللي انت فيه ده دلوقتي. ده من افضل حاجة عند ربنا. فارضى يا ابن عبد، يا ابن ادم باللي مكتوب لك. ربنا هيزيدك وهيكرمك. مستحيل يعني ربنا هيبقى ممشي الدنيا كلها مفيش. في اوقات بيبقى ربنا مبحبحها كده يعني. معلش انا بتكلم يعني بكلم اخواتي. بيبقى كده في شوية بحبحة في الموضوع. فربنا يكرمكم يا رب. الإنسان لازم يرضى بالمقسوم ويرضى بالمكتوب له. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل واحد ربنا مديله ال24 إيراد بتوعه. ماشي. فاللهم لك الحمد يعني. البني آدم نمرود بطبعه زي ما بيقولوا يعني، نمرود اللي هو دايما لو ربنا اداله الحلو دايما يبقى باصص للأحلى، دايما يبقى باصص لان انا عايز اكتر عايز اكتر عايز اكتر. فانتوا يا جماعة الله لك الحمد يعني، الانسان لازما يرضى باللي ربنا كاتبه له، سواء حلو سواء وحش. الوحش هيجي بعديه حلو. فاللهم لك الحمد، لازم نحمد ربنا على كل شيء. ماشي. انا يعني الحمد لله الحمد لله يعني، من النوع اللي بحمد ربنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ولازم الانسان يحمد ربنا على كل شيء، على السراء والضراء.
ماشي، ما فيش النهارده، بكره ان شاء الله يكون فيه. يعني بكره برضو جه والدنيا مأزمه، ان شاء الله في لازما ربنا هيفرجها في يوم من الايام. فاحنا نحمد ربنا، نحمد ربنا على الحلو ونحمد ربنا على الوحش. انما الانسان اللي دايما شايف ان هو ما عندوش وشايف ان هو محروم، واللي هو بيبقى عنده ويقول لا انا ما عنديش ولا انا ما حلتيش، ده ربنا هي يعني. واما بنعمة ربك فحدث. ولو مش عايز تتحدث ما تتكلمش وتقول ان انا ما عنديش وانت يبقى عندك. ده كده حرام، حرام عليك. يعني ليه كده؟ ليه البني ادم يقول انا ما عنديش وهو عنده، انا ما حلتيش وهو معاه؟ فلا، حرام، ده حرام. يعني انت يبقى حتى لو الدنيا معاك مأزمة نقول الحمد لله. اصل انت اما تشتكي لده وتشتكي لده وتشتكي لده، يعني هتستفاد ايه؟ طبعا هنا يا جماعة انا يعني انا بتكلم وخدني الكلام وانا، بس انتوا فاهمين انا بعمل ايه كويس. يعني دي علب التوابل بتاعتي، فضيتها كلها في اطباق وغسلتها. المطبخ العلبة اللي فوق الحمد لله تمام التمام خلصت. هخش دلوقتي على العلبة اللي تحتها. ماشي. بتشيلي كل حاجة وبتنضفي، وبعد كده ترجعي بقى اللي انت عايزة ترجعيه. في حاجات انت بتبقي مش محتاجاها بتستغني عنها، بتلفيها وتحطيها تحت السرير. ماشي. بس. فاللهم لك الحمد يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. الإنسان بطبعه يا جماعة لازم يجاهد نفسه. الإنسان لازم يجاهد نفسه بجد في الأيام اللي احنا فيها دي، لأن في فتن حوالينا كتير. فربنا يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا يا رب يعافينا من أي حاجة وحشة ويسترها معاك وعليكوا يا رب دايما. هنا بقى دوت الدرج بتاع المعالق والسكاكين والحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى ايه، كنت دي اللي تحت بقى، ده الرف اللي تحت، العلبة اللي تحت يعني شلتها خالص من مكانها. وبصوا بقى تحتها يا جماعة في ايه، تحتها كارثة. هنا بقى ايه نظفت. بصوا يا جماعة الدنيا مدعوكة، الدنيا مدعوكة معايا والله العظيم اليوم ده. بس بقى هنا ايه مسكت الصابونة والليفة وفضلت ادعك 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 لحد ما الحمد لله يعني نضف تمام. والارض برضو نظفتها الارضية. ماشي. تفضلي تدعكي لما ايدك تبقى ايه. بس الحمد لله يعني الحمد لله لحد ما الحاجة مش وسخة يعني للدرجة اللي تخلي الواحد يعني يتعب. بصوا انا كنت الاول بصراحة بحط مية وادلق، بس الدنيا بتتزروط معايا جامد يعني. لا بالفوطة كده ورحت جايه ملمعة. بس الارضية بقى اللي كنت بدعكها وانا ايه بالمية بقى مسحت مية. نيجي بقى للشفاط هنا. الشفاط بقى طلعت، بص انا بطلع فوق فوق البوتاجاز يا جماعه، يعني بشيل الحاجات دي كلها واطلع فوق البوتاجاز. غسلت بس البوتاجاز كان مش نظيف فغسلته الاول، وبعد كده ايه طلعت بقى اجيب الشفاط. بشيل كده اللي هي الحوامل بتاعته دي. بعمل بالسترس يا جماعه. واللي هي اللزقه دي يا جماعه بتشلني بصراحه. اللزقه دي بتشلني، بس كل حاجه بقى بحط عليها السترس ده. وال اللهم صل على سيدنا محمد يا رب. الشفاط ده بقى كنت بكحته كده بالسكينة، اشيل بالسكينة يعني انا شلت مكانه خالص. ماشي. ده بقى انا كنت فوق البوتاجاز، بدعك بقى فوق البوتاجاز اللي هي الحتة او الفيشة دي نفسها بغسلها. كل ده بيبقى فيه دهون، فده كله كده عايز نظافة ايه كويسة. بس هنا بقى مسحت وغسلت الشفاط وركبته. بص انا بكحت يا جماعه الشفاط، ما يعني بصراحه مش بياخد مني وقت يعني. بكحته كده بالسكينه وانزل منه اي حاجه مش حلوه، وبعد كده اغسله بقى بالسلكه كويس. بصوا بقى دي العلبه اللي هي بيبقى فيها الاطباق والحاجات دي يعني. بصوا من فوق صعبه بصراحه، فرشيت عليها سترس وغسلتها. وده فوق الدولاب بقى، بس فوق المطبخ بس الناحيه التانية. طبعا هناك نضيف خلاص، انا خلصت هناك بقى الحمد لله. وهنا برضو اصبح حلو اهو الحمد لله يا رب. نيجي بقى للايه للشباك.
فاللهم لك الحمد يعني. هو انا التلاجة حطاها في اوضة، التلاجة بتاعتي حطاها في اوضة تانية، اوضة النوم اللي جوه يعني. فهو انا المطبخي شايل بس العلبة اللي فوق، العلبة اللي تحت بتاعت المطبخ والبوتاجاز بس. هنا بقى البوتاجاز بقى طبعا انت بتشمري بقى يعني أنا هنا فكيت اللي بتاع ده هو الازاز بتاعه خالص عشان ان انا اعرف اغسله، وغسلته والحمد لله ولمعت. بس بصي الجناب لسه هغسلها بقى. شلت الصاجة بتاعته، الصاجة. فبصوا بقى هنا بقول لكم من الجنب يعني برضو من الجناب بيتغسل ومن جوه بيتغسل. وبصوا هنا بقى في الارضية بقى، مش بقول لكم انا بغسل ورا، والدنيا هنا بتبقى مليانة بقى مية بايه، بمواهب. ده مكان الانبوبة يعني، ده مكان الانبوبة. بصوا بوريكم الفرق. بصوا من تحت من هنا من فوق يعني فوق نضيف جدا، تحت هنا كان كله دهون. انتوا لو ركزتوا دهون صعبة بصراحة. بص طبعا الارض دي بقى مكان غسيل مكان غسيل البوتاجاز وكده. حاولت بقدر الامكان ان انا اشيل اللزقة دي، ما اتشالتش معايا. مش عارفة اشيلها بايه، مش عارفة اشيلها ازاي. فحاولت كتير ما اتشالتش، فقلت بقى ايه مش اشكال يعني. عندي هنا بقى ده خرطوم الفلتر، بفتحه واغسل بيه. هنا طبعا دعكت بقى كل ده، الحيطان دي كده كلها دعكتها تمام، والارض برضو دعكتها ونضفتها، والحمد لله الحمد لله يعني ايه بقى نضيف ماشي. بس بقى اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا يعني ما تنسيش بالله عليك ان انت تدوسي لايك وتشتركي في القناة. الله يوسع عليكي يا رب ويكرمك يا حبيبتي. هنا بقى بركب الازاز وبركب الصاجة بتاعت البوتاجاز. صراحة البوتاجاز يعني خليته فل الحمد لله يعني. اللهم لك الحمد يا رب. بصي هنا كانت الكاميرا اتعكست معايا معلش. هتلاقوا فريدة دلوقتي. اللهم صل على سيدنا محمد. بس هنا بقى ايه ركبته، بيبقى فيه كده اسمها ايه، مسامير اهي. دي طبعا يا جماعة انا متجوزة بقالي 11 سنة، فالحمد لله يعني ايه الحاجة الى حد ما يعني. مش هقولك انها مهلوكة وطلعان عينيها، بس برضو مش اللي هي يعني. الحمد لله يا رب. بس طيب دي بقى المسحة الأخيرة. طبعا كله بقى كده فل قشطة من شفاط والشباك والحيطان والمطبخ نفسه من جوه ومن بره. فاللهم لك الحمد. واللي هي بتاعت التوابل دي، علبة التوابل. الأرضية نفسها دعكتها دعكة محترمة. بصوا بدعكها كده ماشي. وفي حتت بقى بتستدعي ان انا اتعامل بالسلكة واللي هي الحتت اللي بتبقى ورا اللي ورا البوتاجاز. بس بقى هنا بقى كده كان اخر حاجة بقى الفرش. ده الفرش بقى انا بصوا حطيت دي ماشي. وهنا دي بصوا التصوير ده يا جماعة كان تاني يوم العيد بصراحة، تاني يوم. فكان شيلت الكحك والبسكوت كانت فضيت. بس كنت عاملاها يعني. بس هنا الحمد لله يعني اسعد اللحظات لما يبقى الحوض نظيف والدنيا نظيفة. ادعولي بقى يا جماعة ان انا اجيب سجادة جديدة، عشان السجادة دي كده برضك بتقولي ارحميني وغيريني ابوس ايدك. بس هنا طبعا شغلت بقى الليد وشغلت فرع النور ده. بصوا فرع النور ده انا بقى حطيته كده ان شاء الله معانا لاخر السنة باذن الله في الطرقة يعني. بس كده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.